النهارده بقى هنعمل احلى ميني بيتزا ممكن تعملوها في حياتكم. العجينه هشه وخطيره، الجبنه الموتزاريلا بتمط معاكم لحد اخر الشارع، مفيده وطعمها خطير. ومش بس كده، كمان هنعمل صوص البيتزا الخطير على اصول. هستخدم في وصفه النهارده منتجات مفيده، ويلا بينا نعمل العجينه. معلقه كبيره من الخميره ومعلقه كبيره من السكر والملح ونص كوبايه من الميه، نزلت عليها بالدقيق، عجنتها بميه ولبن مفازه طبيعي متبستر بدون اي مواد حافظه. طبعا نفضل نعجن مش اقل من 10 دقايق، وانا هكتب لكم كل التفاصيل تحت الفيديو عشان ما تتلخبطوش. وفي بوله فيها رشه من زيت زيتون مفازه هسيبها تتخمر لمده ساعه. نفرم 6 فصوص توم عشان صوص البيتزا، ونقطع 10 طماطمات ونضربهم في الخلاط. في طاسه نزلت ب3 انواع من زيت زيتون مفازه المنكه، نزلت بالثوم وشوحته، بعدين رحت نازله بالطماطم وقلبتهم، نزلت برشه من السكر والملح، وهكتب لكم البهارات تحت الفيديو، ونسيبها بقى تتسبك. وحشوات البيتزا بتاعتي كلها هتكون الكول كاتس بتاعت مفازه، هي بتبقى اعلى بروتين موجود في مصر بدون اي الوان طبيعيه ومن غير اي مكسبات طعم. اول حاجه استخدمتها فرانكفورتر اللحمه من مفازه، وتاني حشوه كان فرانكفورتر الفراخ من مفازه، قطعته وشوحته برده في طاسه مع زيت زيتون وفلفل حامي، وتالت حشوه كانت اللانشون الفراخ بالزيتون من مفازه، ورابع حشوه في صوص اوراق دجاج من مفازه. حطيت الحشوات بتاعتي في طبق، والعجينه بتاعتي خمرت، هفردها بقى ارفع حاجه نقدر عليها خالص عشان هي لسه بتخمر تاني. نعملها كور ونحط عليها الصلصه والحشوات بتاعه مفازه والجبنه الموتزاريلا الطبيعيه من مفازه. عايزه اقول لكم ان الجبنه الموتزاريلا بتاعه مفازه عباره عن لبن وزبده وملح بدون اي مواد حافظه وبدون اي حاجه اضافيه. ضروري جدا جدا تقروا المكتوب تحت الفيديو عشان تعرفوا تعملوا العجينه الخطيره دي، وهستنى رايكم فيها واستنى رايكم في منتجات مفازه. يلا بحبكم قوي، باي باي.